تخيل انك بكرة رايح اول يوم شغل في البنك، قلبك بيدق بسرعة ومش عارف هتقابل مين، ولا هيقولولك تعمل ايه، ولا هيقعدوك على الكاونتر ويقولولك اشتغل. بتسأل نفسك هل في تدريب قبل الشغل؟ طب لو غلطت هيتحسب عليا؟ طب مين هيشرح لي ابدأ منين؟ في الفيديو ده هنفتح مع بعض الباب وندخل كأننا جوه اول يوم شغل في البنك، عشان تشوف بنفسك هل البنوك فعلا بتدرب ولا بتقولك دبر نفسك. أول يوم شغل دايما بيكون مرعب، خصوصا لو كان في بنك. كل الناس عندها نفس السؤال: هيعلموني ولا هيسيبوني أتعلم لوحدي؟ وخلينا نرد عليك بكل بساطة. البنوك المحترفة عندها حاجة اسمها Induction Training، وده موضوعنا في الحلقة دي. Induction Training ده عبارة عن التدريب التمهيدي اللي البنك بيقدمه للموظف الجديد علشان يفهم ثقافة البنك ويعرف القواعد والأنظمة ويتعرف على شغله ومهامه ويعرف يستخدم السيستم ويتعامل مع العملاء بدون خوف. يعني البنك عمره ما هيقولك اتفضل اشتغل من غير ما يجهزك. طيب يا ترى هل كل البنوك بتعمل كده؟ البنوك الكبيرة زي البنك الأهلي، بنك مصر، CIB، QMB بيبقى عندهم برنامج تدريب رسمي قبل بداية العمل الفعلي، بيسموه أحيانا Induction Program، Orientation Week، أو حتى Pre-Placement Training. وحتى لو البنك ما عندوش بروجرام رسمي لازم يدربك الأول قبل ما تشتغل، بس كل بنك بيبقى ليه طريقته الخاصة. وأبسط شيء بيتم إنهم يخلوا واحد أو أكتر من زمايلك يعلموك الشغل، وكمان يتابعوا معاك لحد ما تقدر تعتمد على نفسك في معظم المواقف اللي ممكن تقابلك أثناء العمل. يعني سواء كده أو كده لا تقلق، هتتدرب يعني هتتدرب. طيب التدريب ده بيكون شكله إيه وعبارة عن إيه بالظبط؟ التدريب ده بيكون عبارة عن جلسات تعريفية، وتدريب على السيستم، وتدريب على التعامل مع العملاء، وزيارات للفروع أو التدريب الميداني. الجلسات التعريفية زي إنه بيعرفك تاريخ البنك وتأسيسه ورسالة البنك ورؤيته وأهدافه وسلوكياتك كموظف بنكي تكون إزاي، وكمان بيعلموك قواعد اللبس والتعامل. أما التدريب على السيستم فبيعلموك إزاي تشتغل على السيستم الخاص بالبنك وإزاي تقوم بالمعاملات اليومية، وبيعلموك كمان أنظمة الحماية وأمان البيانات. أما بالنسبة للتدريب على التعامل مع العملاء فبتتعلم إزاي تستقبل العميل وإزاي تحل مشكلة وإزاي تبني ثقة بسرعة. كمان بيبقى فيه تدريب ميداني وزيارات لبعض الفروع، يعني بيبقى فيه حضور عملي في الفروع، بتشوف موظفين حقيقيين على أرض الواقع بعد ما بقيت واحد منهم، بيخلوك تنفذ بعض العمليات البسيطة تحت المتابعة. طيب التدريب ده مدته قد ايه؟ مدة التدريب بتختلف من بنك لبنك، وكمان على حسب استيعابك واحيانا ضغط الشغل. يعني ممكن تكون يومين، اسبوع، اسبوعين، ويمكن اكتر على حسب سيستم البنك نفسه. لكن اهم حاجة انك كده لازم هتتدرب قبل ما تشتغل. طيب واحد يقول لي لو البنك ما عملش التدريب ده، زي ما قلت لك قبل كده، ممكن التدريب ده ما يكونش في صورة كورس او تدريب رسمي، انما لازم يكون في تدريب ومتابعة كمان، لان انت هتتعامل مع ارقام وعمليات حساسة جدا والغلطة فيها بتفرق. يعني في بعض البنوك الصغيرة ممكن تعتمد على زميل يشرح لك او مدير يوجهك، انما حتى في الحالات دي بيكون في حد ماسكك اول اسبوع ومتابعك كمان، وده يطمنك. ليه؟ لان انت مش لوحدك ومش هتشتغل الا لما تتعلم صح، وهتلاقي حد يعرفك الدنيا خطوة بخطوة، وكمان زمايلك هيبقوا معاك ومتابعينك، ولو احتجت اي سؤال هتلاقي الدنيا مفتوحة وكله بيساعد بعض. طيب لو انا متوتر برضو، التوتر شيء طبيعي، بس لما تعرف ان في تدريب وان اول يوم مش اختبار بل هو مرحلة اعداد، هتحس بثقة اكبر. نصيحة اخيرة: لو رايح شغل جديد في بنك اسأل ال HR قبل ما تبدأ هل في Induction Training ومدته قد ايه، وهيكون اونلاين ولا حضوري. ده حقك، وده هيساعدك انك ترتب نفسك نفسيا. الخلاصة ما تقلقش من اول يوم شغل في البنك، في نظام تدريب اسمه Induction Training
هدفه يعرفك على كل حاجة قبل ما تشتغل بجد. هتتعلم وهتتأهل ومش هيسيبوك لوحدك، ما تخافش، كل خطوة محسوبة وفي نظام بيخليك تدخل الشغل وانت واثق. تطمئن، انت مش لوحدك. لو في موضوع معين عايزين نتكلم عنه اكتبوا لنا في التعليقات، واستنونا في الحلقة الجاية مع موضوع جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.